لك على تكه بسيطه لازم تعمليها بالتوابل بتاعتك. اول حاجه ان انا هسخن عندي طاسه كده على النار، وهنزل بالتوابل بتاعتي. معايا اهي الكزبره بتاعتي بعد ما نقيتها كويس قوي. لازم تحمصيها 5 دقايق كده على نار هاديه جدا علشان تتاكدي ان الكزبره بتاعتك دي قديمة ولا مش قديمة. تاني حاجة بتفرق معاكي في طعم الاكل بتاعك اللي بتستخدميه فيه، حلو جدا. تالت حاجة بتساعدك ان انت تطحنيها كويس قوي. هسيبها كده بالظبط 3-4 دقايق. اهي الريحة بتاعتها الحلوة بدأت تطلع. انا ما بجيبش توابل خالص مطحونة، بطحنها انا في البيت بعد ما بحمصها كده. هتفرق معاكي حلو جدا في طعم الاكل بتاعك. بصي حبيبتي، هي كده اتحمصت معايا، بس خلي بالك اوعي تزودي عليها عشان تتحرق وتبدا تمرر معاكي الاكل بتاعك. انا كده هطفي عليها وهاخدها على المفرمه بتاعتي وافرمها على طول. نفس القصه اهو بعملها مع الفلفل الاسود اهو. بصي لو نوع الفلفل ده وحش او قديم عند العطار، هتبصي تلاقي بقى حشرات هتبدأ تطلع وهو موجود كده على النار. برضو 3-4 دقايق بالظبط وهطفي عليها وهاخدها على المفرمة الحلوة بتاعتي وافرمها، هتلاقيها اتفرمت معاكي كويس قوي. صدقيني الحركة دي هتفرق معاكي في طعم الاكل بتاعك قوي. بصي الكزبرة بتاعتي بعد ما طحنتها بصي بقت ناعمة قوي. دلوقتي بقى هشيلها في البرطمان الحلو بتاعنا، وتعالى اوريكي الفلفل بعد ما طحنته. وادي الفلفل الاسود بتاعي بعد ما طحنته. صدقيني التكه دي هتفرق معاكي في طعم الاكل، وان التوابل بتاعتك هتطحن معاكي طحنه حلوه قوي، احسن من ان انتي تشتريها من عند العطار مطحونه جاهزه. جربوها ومش هتندموا.